صباح الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. وصفتنا النهاردة من وصفات الزمن الجميل، كانت بتعملها لنا والدتي الله يرحمها. مهلبية الرز المطحون، وصفة سهلة ولذيذة، بتمنى من قلبي إنها تعجبكم. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. نص كوباية من الرز هغسله وانشفه واطحنه في مطحنة الخلاط، طبعا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا حابين. ودي مقاديرنا اللي مفيش أسهل منها، وهنعمل الوصفة بتاعتنا كلها في حلة واحدة. هننزل فيها بنص كوباية من الرز المطحون، هننزل عليهم ب3 معالق من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة. معلقتين كريم شانتيه خام وده اختياري. هننزل عليهم ب3 أكواب من الحليب. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة من ماء الورد أو ماء الزهر زي ما بتسموه. وهنا بقى الافتكاسة بتاعتي، انتوا عارفيني، دي معلقة صغيرة من إسانس البرتقال، بجد نقلت المهلبية بتاعتنا في حتة تانية خالص. هنقلب على البارد لحد ما ندوب كل المكونات زي ما انتوا شايفين معانا قبل ما نرفعها على النار. ولازم وهي على النار نستمر في التقليب لحد ما تغلي معانا، وبعدين نهدي عليها النار وبرضه نستمر في التقليب. دلوقتي هتشوفوا القوام بتاعنا عامل ازاي. بجد وصفة حلوة قوي، بتمنى من قلبي انكم تجربوها، بتمنى اعرف رأيكم، بتمنى اكتر انها تعجبكم. يا ريت اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.